قبل ما نبداو القصة ديالنا كنطلب منكم كاملين تجددوا الرحمات على الضحايا اللي ماتوا في الزلزال تاع الحوس، وكنطلب منكم كاملين تدعيو مع خوتنا اللي ساكنين في المغرب المنسي. الدولة ناسيهم، ولكن سيدي ربي ما ناسيهمش. واش عمرك سمعتي على علي اخطر شفار داز في جبال الاطلس اللي تلقى من بعد بروبن هود؟ شكون هو هذا علي؟ وشنو اللي دفعو باش يولي واحد من اخطر قطاع الطرق؟ واحد الدوار صغير وسط جبال الاطلس تولد علي في واحد الحياة ما كان فيها غير القساوة والصراع مع الطبيعة. كانت العائلة تاع علي كتكون الاب اللي هو السي حمو، والام اللي سميتها لالا فاطمة، وثلاثة تاع الخوت. ولكن شاءت الاقدار وتوفى السي حمو في واحد الحادث مأساوي. كان واحد النهار من ايام البرد والشتاء كيشوف ولادو كيموتوا بالبرد، حيت الدار كانت باردة والخزين تاع الحطب تقاد عليهم، وقرر انه يخرج للغابة باش يمشي يجيب الحطب. هز الفاس ودا معاه الكلب تاعو وقصد الغابة اللي كانت بعيدة بشي ساعة ونص تقريبا على القبيلة. وصل للغابة وبدا كيجمع الحطب. واحد شوية بدا كيطمع شي تخرشيش وسط الشجر، وهو يبان ليه واحد المجموعة تاع الحلوف، وهو يخلي كلشي من موراه وبدا كيجري، ودوك الحلاف تابعينو وهو كيجري. ومن سوء الحظ ديالو طاح في واحد الحفرة كانت عامرة بالثلج. بدا كيحاول يطلع منها ولكن كان غارق بزاف، وكان كيحس بلي رجليه بداو كيبردو عليه. اما الكلب تاعو بدا كينبح حدا الحفرة اكثر من 4 السوايع والسي حمو في الحفرة، وبدا كيفقد الوعي ديالو. الكلب فقد الامل ورجع للقبيلة. شافتو لالا فاطمة رجع بوحدو وهي تخلع، حست بلي وقعت شي حاجه للسي حمو وبدات كتغوت. جمعوا الرجال تاع القبيله ومشاو يقلبوا على السي حمو، وداو معاهم الكلب تاع السي حمو، بقاو تابعينو حتى وصلوا لهم لواحد الحفره كانت عامره بالثلج، وبدا كيربح تما. وفهموا انه السي حمو انه غادي يكون قدر طاح في هاد الحفره، وبداو كيحفروا في داك الثلج وكيقلبوا حتى لقاو السي حمو. ولكن شاءت الاقدار لقاو فارق الحياة بسبب البرد. وسط البكاء والحزن جابوه للقبيلة. شافتو لالا فاطمة وبدات كتغوت وكتبكي. اما علي وخوتو بقاو مصدومين، كلشي كيعنق فيهم وكيواسيهم. صعيب يتوفى الاب ديالك وانت عندك غير 10 سنين. كانت هذه اول صدمة كيتعرض لها علي. عرف علي من بعد انه هو اللي غادي يكون مسؤول على العائلة، ودازو سنوات وسنوات وكبر علي. كانت القبيلة كتعتمد بزاف على الكسيبة، وكان كل مرة كيدوزو القوافل تاع التجار الكبار من القبيلة وكانوا كيشرو عندهم الغنم. ولكن مشي أثمنة طايحة بزاف، وكانوا الناس تاع القبيلة ما عجبهمش هادشي، وكانوا كيحسوا بلي دوك التجار كيحقروهم. واللي زاد كملها اكتر انه كانت كتجي عندهم القافله تاع القيد مع الجنود تاعو وكياخذوا من عندهم الضرائب، وهذا الشيء كان كيهرس الناس تاع القبيله. واحد النهار ضرب واحد المرض الغنم تاع القبيله، وكان اللي مات ليه اكثر من النص في الكسيبه تاعو. اما علي ما بقى عنده والو من غير واحد الخروف وواحد الحمار حاشاكم كان كيتنقل بيه. وعلى سوء الحظ ديالهم جات القافله تاع القيد وما قلعتش عليهم، وخدات من عندهم كلشي وما خلات ليهم والو. علي فهاد اللحظه كيشوف بلي القبيله تاعو تعرضت للظلم وبدا كيحقد. الى وصلتي حتى لهاد البلاصه كنشكرك بزاف على المشاهده، وتسناو الجزء الثاني اللي غيهبط في اقرب وقت ان شاء الله. شكرا.